بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فراخ على الطريقه الفرنسيه، من غير لا بصل ولا طماطم. اكله حلوه قوي خفيفه في الحر ده. بصوا زي ما انتم سامعين الفراخ مقرمشه من بره ومن جوه جوسي كده وطريه وطعمها تحفه، وفي نفس الوقت وجبه خفيفه جدا. بجيب الاول الفراخ بتاعتي، ودي اهم حاجه ان احنا ننضف الفراخ كويس جدا، لان تنظيف الفراخ هو اللي بيخلي مفيش فيها زفاره ويخلي طعمها حلو. بشطف الفراخ بمية عادية الأول خالص، مية باردة من الحنفية عادي خالص زي كده. وبعد كده بصفيها عشان برضو لو في أي زفارة تنزل. دي أول خطوة. بعد كده بجيب بقى برضو الفراخ في مية. بحط ده خليط عندي كده عاملاه عبارة عن ليمون، عاملاه في الكبة مع ملح. يعني ليمون بقشره فرمته في الكبة مع ملح وحطاه في كيس وحطاه في الفريزر. باخد منه شوية لتنظيف الطيور. وباخد ده معلقتين دقيق، اي نوع دقيق، لو عندك دقيق ذرة بيبقى افضل، يعني مفيش خلاص دقيق عادي زي كده. وبدوبهم، وبعد كده ببتدي بقى انقع فيهم الفراخ بتاعتي. طبعا ما تتنقاش اقل من نص ساعة. انا بصراحة ممكن اسيبها ساعة ساعتين، يعني كل ما بتسيبيها كل ما بتشيلي الزفارة اللي فيها وبيبقى طعمها حلو. بعد كده هنا انا سبتها ساعة. بعد كده بقى باخدها اشطفها كويس قوي تحت الحنفية واحطها برضو تتصفى تاني. وابتدي بقى نعمل الخلطة بتاعتنا. في طاسة زي كده بحط معلقة كبيرة من الزبدة، وبستنى الطاسة تسخن قوي. زي ما انتوا سامعين صوت الطشة دي كده، ده اللي انا عايزاه. لان لو الطاسة مش سخنة وباردة الفراخ هتنزل مية، انما كده الفراخ بتقفل على السوائل اللي جواها. وبتديني كمان نتيجة حلوة قوي، ان هي بتخلي الفراخ مقرمشة من بره. يعني دي برضو حاجة من الحاجات اللي بتخلي الفراخ مقرمشة في الصينية، ان احنا نحمرها زي كده في طاسة، بس طاسة تكون سخنة قوي. بحمرها على الجنبين، زي ما انتوا شايفين كده. وبتشيلها بقى في طبق على جنب بالطريقة دي. بعد كده بقى في نفس الطاسة اللي انا حمرت فيها الفراخ مكان الزبدة، بجيب بطاطس. بصوا البطاطس انا مقطعاها مكعبات كبيرة مش صغيرة عشان ما تتهريش في الفرن. وكمان مقطعاها بالقشر بتاعها. يعني انتوا تخلوا زي ليفة كده، ليفة مواعين مخصوص لتنظيف الخضار تغسلوا بيها الخضار، او في فرشة لغسيل الخضار. انا غسلتها كويس قوي من بره وقطعتها بالقشر بتاعها. وجبت بقى معلقة توم كبيرة، توم مفروم كبيرة. بحط عليها ربع كوباية من عصير الليمون. وبعد كده بحط بقى تتبيلة، احط ملح، وبحط طبعا فلفل، ملح وفلفل ده اساسي. وبحط معلقة توم باودر، ومعلقة كمان من البصل الباودر. وبعد كده بحط معلقة كبيرة من البابريكا المدخنة. بس كده، ده كده الخليط بتاعي. بقلبه بقى مع بعض كويس قوي لغاية ما الملح والتوابل تدوب مع بعض بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. بصوا لا حطينا لا بصل ولا حطينا طماطم ولا اي حاجة خالص. احط بقى رز الفراخ بتاعتي في صينية، واحط عليها البطاطس بعد ما انا حمرتها. برضو البطاطس لما بتحمر بتبقى مقرمشة كده في الاكل. واحط بقى عليها الزبدة اللي انا حمرت فيها مكان التحمير، بحط الزبدة بتاعتي. وبحط بقى الخليط اللي انا عملته. بتبل بقى بيه الفراخ كلها والبطاطس، اخلي الفراخ والبطاطس كلها تبقى يعني عليها الخليط ده، يعني متغطية بيه. وبعد كده بقى بفردها. طبعا لو عندكم حاجة اكبر من كده بتبقى احسن، بتديني نتيجة ان الحاجة بتبقى مقرمشة فيها. بفردها بقى وبدخلها في فرن سخن على درجة حرارة عالية. مش محتاج ان انتوا تحطوها على النار من فوق، بتدخلوها الفرن على طول، بس الفرن يكون سخن. وبعد كده بقى بصوا الجوس اللي فيها ده هو اللي بيسويها، ما مش محتاجه ان انا احط لها ميه ولا اي حاجه. ده كده شكلها لما طلعت. بصوا بقى، عايزه اقول لكم ريحتها كانت تحفه. والليمون مع الثوم مع الزبده كانوا مدين طعم حلو قوي. سامعين بقى صوت القرمشه بتاعتها؟ ده صوت القرمشه. والبطاطس كمان كانت مقرمشه وكان طعمها في منتهى الجمال. بنعملها بقى، بنقدمها مع رز ابيض او رز بالشعريه.
وجبة طبعًا خفيفة جدًا في الصيف، مش محتاجة بقى ما فيهاش تسبيكات ولا تقلية ولا الكلام ده كله. لو عايزين ناكل فراخ خفيفة كده وبطاطس تبقى دي أحسن طريقة. ما تنسوش بقى لو كنتوا وصلتوا لحد هنا من الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم الوصفات الجديدة. وطبعا اللايك اللي بتعملوه ده أكبر داعم ليا، وده اللي بيعرفني إن الفيديو بتاعي عجبكم. أتمنى إن أنا أكون قدرت أوصل المعلومة بسهولة، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.